عليكم الشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين، بشروني عنكم. نعتذر يا شباب عن الغياب الطويل. كم لي 5 شهور غايب، عذره معاه. يقول لك الغايب عذره معاه. الله يحييكم والله، واعتذر يا شباب لي فتره، وما شاء الله العدد كبير. وينك يا سلطان؟ ايش بك رجعت هيكل عظمي انت؟ عند مدينة الأحلام مفروض قرش قدام، والغنم عندنا والأمور طيبة. الله يحييكم جميعا والله يا شباب. حبيت أسلم عليكم. وفي شباب يسألوا وينك غايب يا سلطان؟ والله الكابوس للأمانة. طبعا يا شباب مرت علينا ظروف مدة 5 شهور، قالوا لازم تشتغل ولازم تدفع ضرائب للدولة ومدري ايش، والكابوس زي القنبلة المأقوتة. ورحنا يا حبيبك أقرب مطعم سريع، قدم. أول ما قدمت يا شباب طالع في وجهك معاك لغة هولندي تعرف تتكلم شيء؟ قلت والله ما معاي لا. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندي غيرها، بتشغلوني شغلوني. قالوا تعال يعني جبنا رجل آلي يا حبيبي، غيط غيط ولا يتكلم شيء، هو هذا المطلوب. واشتغلت يا شباب والله في KFC. تعرف KFC هذا كنتاكي؟ اشتغلت في كنتاكي تقريبا 5 شهور. بعدين يا شباب جت العين عليا. طبعا لما جت العين علي نزل لي فريق سكوات، والكابوس مسكين لحاله سولو جالس. ونزل علي يا شباب ذاك الفريق السكوات، وجو عندي مسكوني، تعال يا كابوس عندك موعد سريع. وانا قلت ايش هرجة سلامات؟ الناس ما يسالوا على اللاجئين ولا حد حولهم ولا حد داري وين احنا. والله يا شباب والتموا علي 3 قرع. شفت القرع ذلاك منهم 3 جو. وبسم الله هات ورقه وقلم، وينك غايب يا كابوس؟ قلت والله انا شغال ومداوم اموري حلاوه طحينيه. قالوا اسمع يا حبيبك، مين قال لك تروح تشتغل؟ مين اللي قال لك؟ قلت والله من نفسي رحت بشتغل، ابغى احول لاهلي فلوس واظبط اموري وكذا. قالوا يا حبيبك انت مش مطلوب منك شغل، انت مطلوب منك لغه. لازم تروح اول شيء لغه بعدين تشتغل. فانت كذاب. قلت والله يا ريت تكذب لحيه الغانمه، مستحيل. ايش اللي كذاب الكلام هذا؟ قالوا علي بالحرام انك سذوبنا معك. قلت ايش فيه؟ قالوا انت معاك لا لغه انجليزي، يا معاك هولندي، يا معاك لغه ما حد عارفها، لغه اشاره ولا ما، المهم بدنا السد. كيف قاعد تشتغل وانت ما معاك لغه؟ قلت لهم والله معايا عرب وكذا. قالوا طيب مو مشكله، معاك عرب مشيناها لك. طيب انت في التاريخ رقم طق 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 التاريخ الفلاني، انت تم نقلك من فرع لفرع، وكيف نقلت وكيف قاعد تتواصل مع البشريه الاوروبيين وانت لا معاك لغه ولا اي شيء، اكيد انت سذوب معاك لغه. قلت والله يا جماعه والله ما في لغه. قالوا اقول لك بنجيب لك ورقه وقلم دحين بنسوي لك اختبار لغه سريع. وهم يطالعوا فيه يا شباب وانا قاعد كذا تناقض. قلت الله يستر، التموا علي ايش يبغوا ذا اختبار. جابوا لي ورقه قالوا يلا انت كم لك تروح المدرسه؟ قلت والله لي 4 أيام. قالوا 4 أيام يعني لسه بداية وانت ما تعرف تتكلم. من ال4 أيام هذه اللي رحت جيب لنا جملة مفيدة. قلت لهم فكرت كذا، وهم كذا يطالعوا فيي بنظرات وانا قاعد اقول ايش؟ قلت لهم نار ده هيل. طالعوا فيي انصدموا. انا قلت لهم اذهبوا الى الجحيم باللغة الهولندية. بعدين وشفت وجههم تقلبت. قالوا من فين جبت الكلام هذا؟ قالوا من الافلام. قالوا طيب جيب لنا تغابوا عن اذهبوا للجحيم. قالوا ايش؟ جيب لنا كلمه ثانيه، جمله ثانيه. قلت لهم فكرت وبحثت في التفكير العميق اعماق المخ، طلعت لهم ارجع. قلت لهم اكخا نار سخول. ايش؟ اكخا نار سخول فيا فروم الفيتس. يعني جبت لهم الضمير والماضي والمستقبل يا حبيبي. قالوا بس هذا بالع الشريف، هذا مستحيل. العالم يدوب تقول خذ مورقن سلام. انت كيف قاعد تجيب لنا فعل مع ماضي مع ذا؟ جبت لهم هرجه ان انا اذهب الى المدرسه عبر الدراجه الناريه. قال يا سلام يا سلام، عبر الدراجه الناريه. تعال يا حبيبي بنفل لك دراجه ناريه يا امعط. انت ما معك رخصه قياده وقاعد تسوق من دون هذا شو اسمه، من دون ليسن. قلت والله القريه حقتنا فاضيه ما في احد. قالوا اسمع وطقطق اذنك. قلت ها ايش الهرجه؟ قالوا يا حبيبك الشغل هذا
لازم تشتغل وتدرس مع بعض. قلت له والله الحين ما عاد ينفع، خلاص انا ارجع اكمل دراستي واتعلم واضبط الامور، تو جتني مدرسه والشغل خلاص ما عاد ابغى. انا كنت شغال مع الماوس. قالوا ايش ماوس هذا؟ قلت والله كنت شغال مع الفيران. قالوا كيف فيران؟ انت شغال مع شركه عالميه يا حبيبي كينتاكي وش اسمه ذاك، شو اسمه يا ربي، هذاك اللي يجي يفتش، شو اسمه الجزء اللي يفتش؟ كنترول. انت كنترول وملك النظافه وكل اسبوع تشييك يا حبيبك. في قلبي قلت الصباح لو تشوفوا كيف معركه انا والفيران. تخيل فار اقسم بالله انه زي الادمي ما ياكل الا هيت وينزي وكريسبي وحركات، واجي الصباح افك الماكينه حق الزيت الفار مسوي حركه الريوه. تخيل قاعد يسبح في الزيت وانا اتفرج قلت يا الله كيف العالم قاعد تاكل من الزيوت هذه. من بعدها يا شباب صرت والله اني اكل من نص الوجبه، ومن بعد ما شفت الفيران ما عاد صرت اكل. تخيلوا اروح الشغل والله يا شباب انها برد درجه الباء 5 تحت الصفر، مش 5 1 تحت الصفر. ولما تكون ماشي بدباب وانت مسرع الهواء يضرب في وجهك. تخيل الكوت لما امشي البروده زي كانك فريزر وقاعد تمشي وسط الفريزر وانا مسرع يا حبيبك ماني مبالي. والله يا شباب لما كنت اوقف تخيلوا طبعه ثلج كذا، لما اجي اوقف اشيل كذا قطعه ثلج ارميها. اوف البرد والعذاب. فاساس كذا شباب ما في لا اكل ما في الا شغل ورجعه، شغل ورجعه. يعني زي ذاك اللي يقول لك ايش، هات ناخذك لحم ونرميك عظم. بعدين اخر مره قلت قالوا انت ما تعرف حقوقك كعامل؟ قلت والله ما اعرف انا بس شغال اشتغل زي الناس. بعدين قالوا اسمع لازم تدرس. قلنا مدرسه. وبعدين رحت المدرسه يا شباب وحركات والطالب والشنطه وكرسوني وحركات وبركات ودرسنا بسم الله ما شاء الله يا شباب. والله ان المدرسه مع اني انا كم يمكن 30 سنه ما دخلت مدرسه، لما دخلت المدرسه جاء الشغف حق التعليم وما في الا قوه خانار دهل خانار سخولي يعني كله خانار. والحمد لله والله اني حسيت نفسي ان المدرسه كويسه تشغلك وتظبط امورك. لكن يا شباب ما نقول الحمد لله على العافيه، وهذا السبب اللي تاخرت على الشغل. يعني توقفت من الشغل وذا الحين يا شباب قالوا اسمع انت حلت عليك العواقب. قلت ايش من عواقب؟ عسى الله. قالوا اي واحد يتوقف من الشغل ما عاد له لا اكل ولا شرب ولا راتب ولا شيء، يروح يسبع نفسه. قلت كيف باكلكم انا؟ رحت عند الباب عقب انا جيعان والله لا اكلكم اذا ياكل. بعدين قالوا لي خلاص بنوديك بنك الفودي. تعرف بنك الفودي؟ بنك الفودي هذا شفت الحجه ذيك اللي تبيع التونه والزبادي المعفن اللي باقي له يوم يرتمي الزباله؟ قالوا بنسجلك هناك. يلا مو مشكله. والله يا شباب اروح اقسم بالله زبده مدوني زبده، قال لك بسوي بيض بالزبده الشاميه يا حبيبي. جيت افتح الزبده فيها طبقه كذا بيض وعفن. قلت الحمد لله على النعمه. والله يا شباب ضربت تونه لين رجع الصيد. الله يسعدكم يوفقكم. والله شباب نعتذر على الغياب واسال الله الرب يوفقكم جميعا فردا واللي يسال على الكابوس. والله يا شباب ان الحياه في اوروبا انا من ناحيه الشخصيه ان انا اشوفها حياه صعبه جدا، يبغى لها كفاح. لكن ما نقول الا ان شاء الله الرب يوفقكم جميعا، وتحياتي لكم. وان شاء الله باذن الله بنشوف لكم مقطع ثاني ثالث اي حاجه بنصور باذن الله. بس دعواتكم لنا يا شباب ان ربي يسمنا ويمتنا وجميع المتابعين. تحياتي لكم واسالكم بالله يا شباب تكفى طلبه لايكات ملعونه تولي لايكات تفجير عشان نستمر باذن الله. وتحياتي لكم ان شاء الله. وان شاء الله الاخبار مطمنه هنا عندنا والحمد لله على العافيه. ما دام الواحد يمشي ويروح ويتحرك هذه اهم شيء في الدنيا. وتحياتي لكم يا شباب فردا وخلي وضعك سلام.